السلام عليكم الاخوان. اذا كيف ما شفنا سالات القمه ديال الجوله 14 من الدوري المغربي واللي هي الكلاسيكو بين الرجاء والجيش الملكي، بانتصار الرجاء على الجيش الملكي بهدف زكريا الهبطي. وبهذا الانتصار استطاع الرجاء انه يقلص الفارق مع المتصدر الجيش الملكي 2 ديال النقاط. في هذا الفيديو غادي نضربوا طليله على هذا الماتش هذا وغادي نشوفوا شنو طرا فيه، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش تهبط لتحت عاوتاني وتفرقع عليا ديك اللايك والسبسكرايب، حيت قبل صراحه كنت باغي ندير فيديو نذكر فيه الاحصائيات ديال المواجهات المباشره بين الفريقين بجوج، ولكن ما لقيتش صراحه شي ارقام اللي هي مضبوطه اللي نقدر نعتمد عليها في الفيديو ديالي. اذا الخوت نبداو على بركه الله. اذا كيف ما هو معروف ان مباراه الكلاسيكو بين الرجاء والجيش كتعرف حضور جماهيري كبير سواء من الجمهور ديال الجيش الملكي ولا من الجمهور ديال الرجاء. فهاد المباراه عرفات غياب جمهور الجيش الملكي بسبب المنع ديال التنقل من الرباط للدار البيضاء. وكيف ما هو معروف قبل المباراه تحفونا الجمهور ديال الرجاء بتيفو عالمي، الشيء اللي ماشي جديد على جمهور الرجاء. في كل ماتش هذا الجمهور هذا كيطربنا باحسن التحف من المدرجات. اما بالنسبه للتشكيله الاساسيه ديال الفريق بجوج، الجيش الملكي دخلت في حراسه المرمى باعيو، قلوب الدفاع كل من بورغيز والصوابي، الاظهره مفيد وايمانويل، وسط الميدان كيتكون من حريمات والعربي الناجي وفاتي كصانع العاب. اما خط المقدمه رضا سليم وكيدي غنادو بالاضافه لادم النفاتي. اما الرجاء في حراسه المرمى وكما هو المعتاد انس الزنيتي، قلوب الدفاع كل من مقدم والعراسي اللي يعوض الغياب ديال جمال حركاس، والاظهره البدوي وبنتايك، وسط الميدان واللي كيتقدموا اهولو والمكعازي وزريده كصانع العاب. اما خط المقدمه واللي كيتكون من بوزوق وخابه وزكريا الهبطي اللي دفع به منذر الكبير من البدايه على عكس المباريات اللي فاتت. بدا الشوط الاول واللي بان لي انه تميز بالحيطه والحذر من الفراقي بجوج، وهذا الشيء عادي نظرا للقيمه ديال الماتش والاهميه الكبيره ديالو في جدول الترتيب. الرجاء ضغطات واحد الضغط اللي ما كانش قوي على ليفار، كانوا بعض المناوشات اللي خفيفه ولكن ما شكلوش خطوره كبيره على المرمى ديال الجيش الملكي. الجيش الملكي واللي ما بان حتى الحدود الدقيقه 37 بمحاوله اللي نقدروا نقولوا عليها انها خطيره لكيدي غنادو. عموما الشوط الاول سال بدون عنوان، والعنوان الوحيد ديالو اللي نقدر نقول عليه انه الحيطه والحذر والخوف من الهزيمه سواء من الرجاء ولا من الجيش الملكي. مع البدايه ديال الشوط الثاني ب4 ديال الدقائق استطاع زكريا الهبطي انه يسجل البيت الاول والهدف ديال التقدم للرجاء واللي بقى صامد حتى النهايه ديال المباراه. وبعدها ب4 ديال الدقائق العربي الناجي كيتلقى البطاقه الحمراء واللي زاد تخلطات الاوراق ديال المدرب داكروز. الجيش الملكي في هذه المباراه ما بانش بالوجه المعروف عليه، وبان العيب في ان الفريق ما كيقدرش انه يلعب تحت الضغط ديال الجمهور، وهذا الشيء اللي غادي يشكل صعوبه على الجيش الملكي في المباريات القاريه ديال كاس الاتحاد الافريقي. المباراه سالت بفوز الرجاء على الجيش الملكي واستطاع انه يقلص الفارق معاه 2 ديال النقاط ويعلن رسميا ان الرجاء منافس حقيقي على لقب البطوله الوطنيه. وهذا الشيء اللي ذكرت في فيديو سابق وقلت ان الرجاء ما تستهنوش بها، بحيث ان الرجاء باقا غادي ترجع وغادي تكون منافس قوي ورقم صعب على لقب البطوله الوطنيه ديال 2023. كيف ما قلت ان الجيش الملكي في هذه المقابله ما بانش بالاداء المعروف عليه هذا العام هذا، وغابت اهم الاسلحه ديالو اللي راسهم رضا سليم وادم النفاتي واللي ما استطاعوش انهم يفكوا الشفره ديال دفاعات الرجاء. في المقابل الرجاء واللي ربح ربح كبير بجلب لاعبين صراحه اللي بغيت نشيد بهم، واللي هما اولهم اهولو واللي كيقدم اداء رائع وكيبين مباراه بعد مباراه انه احسن انتداب للرجاء في الميركاتو الصيفي. واللاعب الثاني واللي هو بنتايك واللي جا من الراك واللي كيقدم اداء رائع وكيتطور مباراه بعد مباراه، وربح كبير للرجاء 2 لاعبين هادو واللي غيكون عندهم مستقبل كبير مع الرجاء قادم المناسبات. عموما هذا هو الترتيب الحالي ديال الدوري المغربي. بهذا الانتصار استطاع الرجاء انه يقفز للمرتبه الثانيه مؤقتا ويقلص الفارق مع المتصدر الجيش الملكي 2 نقاط. كيف ما قلت ان الرجاء اعلن رسميا انه منافس حقيقي هذا العام على لقب الدوري المغربي. في المقابل الجيش الملكي انا باقي في الاعتقاد ديالي وباقي على الكلام ديالي انه غيكون هو بطل الدوري المغربي لهذا العام هذا، شريطات البقاء على نفس النسق لاخر نهايه الموسم. اذا هذا واحد نفذ الفيديو الخفيف الظريف، ما تنساوش هذيك اللايك والسبسكرايب الخوت القناه. نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو.